السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل كفتة بالبيض وبالبقسماط، بتتحمر في السمنة والزيت وحلوة قوي وهتعجبكم وطريقتها سهلة خالص. معايا هنا كيلو لحمة مفرومة، ومعايا بصلاية مفرومة او بصلة مبشورة بالمية بتاعتها، وحزمة بقدونس، ومعايا ملح، فلفل اسود، جوز الطيب، 7 بهارات، حبهان وورق لوري مطحونين، وكوبيبة صيني، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة، ومعايا معلقة بقسماط كبيرة و3 بيضات، ومعايا بقسماط للتغليف. هنزل بالبصل المبشور والبقدونس ومعلقة البقسماط والبهارات والثلاث بيضات. انا بحط على كيلو 3 بيضات. معلقة البقسماط ممكن تحطي بدلها فينو، ما يعني منقوع في شوية لبن، وتعصريها من اللبن وتحطيها عادي، ممكن بدل البقسماط. دي تمشي ودي تمشي. هدعكهم كويس جدا، يعني لدرجة ان اللحمة من كتر الدعك فيها هتسمغ معايا. زي ما انتوا شايفين بيطلع منها زي شعيرات كده، لازم تدعكيها كويس جدا عشان تشرب بالبهارات وبالبيض وبكل حاجة. ممكن تضربيها كمان في الكاتش براحتك، بس اهم حاجة تقلبيهم كويس جدا جوه بعض. صبعيها زي ما انت عايزة، تعمليها مدورة زي الهمبرجر براحتك. خدي بالك اي حاجة بيتحط فيها بيض هتكش شوية، بالذات اللحمة لما بتكون بالبيض بتكش شوية الكفتة، فكبريه لان هي اكيد هتكش شوية. انا كده خلاص بصبعها وبحطها في البقسماط التغليف، بحط بقسماط بس. وطبعا البقسماط بيمسك فيها لان جواها بيض، والبصلة بالمية بتاعتها مش معصورة، فعادي ما بيجراش اي حاجة، وعادي هتتحمر معاكي ولا بتفككها ولا اي حاجة، لاني حاطة بقسماط ماسكها، والبيض برضو بيمسك اللحمة، فهتتحمر معاكي عادي. خلاص انا خلصت الكمية بتاعتي. عايزة تحمريها كلها، عايزة تشيلي منها زي ما هي في طبق فل براحتك. انا كده خلاص خلصت معايا، وهبتدي انزلها في الزيت. بس انا مش هحط زيت بس، لا انا كمان بحط معلقة سمنة، او حطي معلقة زبدة اللي يعجبك بالطعم الكفتة وتخليها حلوة وبتديها طعم حلو. وطبعا بعد ما الزيت يقدح والسمنة، وهنزل بالكفتة. طبعا بوطي العين شوية واخليها وسط علشان اللحمة المفرومة تستوي معايا. وطبعا هتعمل رغاوي لان في بيض، فبتعمل رغاوي كده في الزيت، فما مش مشكلة يعني عادي، هتبقى كويسة معاكي برضو، وهتتحمر كلها. وكفتة سريعة قوي، وطول عمرنا بنعملها مع شوية مكرونة مع شوية بطاطس. ولو واحدة بتشتغل ممكن تعملها من بالليل وتيجي تعملها تاني يوم تحمرها عادي، سهلة خالص وسريعة. وعايزة اوريكم ان هي من جوه هشة خالص من البيض والبيكنج باودر، وجوسي كمان، وتتقدم مع شوية طحينة وشوية شيبس. ويا ريت اللي اول مرة يشوف القناة يدوس لايك وسبسكرايب، واستنوني فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.